احسن رسم تكتيكي تنجم تلعب بيه تونس ضد نيجيريا بالنسبه لي أنا. مانيش باش نقول لك 3-5-2 كيف برشا ناس. نعرف الخطه هذه نجحت معانا ضد المنتخب البرازيلي، نعرف اللي قدمنا مباريات كبيره لكن من ناحيه دفاعيه اكثر، نعرف اللي عملنا استحواذ باهي ودورنا عليهم كوره لكن ما عملناش برشا فرص. راي الفورماسيون هذه داخل بها تحب تستحفظ على النتيجه، وكان باش نقعدوا نلعبوا بالتشكيله هذه رانا باش نقبلوا اللعب، ولو كان باش نقعدوا نقبلوا في اللعب لمده طويله راه باش نقبلوا الاهداف راه. وفما مقوله تعجبني برشا، افضل وسيله للدفاع هي الهجوم، اما بالطبيعه لازمنا نقراو حسابنا، مش نقص نلعبوا البلوك القدام ونلعبوا كل اتاك، هذه نسميها بهامه. كيف ما نعرف المنتخب النيجيري عنده نقطه ضعف ونقطه قوه، ركز لي على نقطه ضعف، عنده مشاكل في الدفاع. هذاك علاش بالنسبه لي انا افضل رسم تكتيكي هو 4-3-3، نفس الرسم التكتيكي اللي لعبنا بيه ضد اوغندا. وراو ناكد لك بالخطه هذه باش نقدروا نصغلوا نقطه ضعف المنتخب النيجيري، وقادرين بالخطه هذه نسجلوا عليهم اكثر من هدف. وخلينا نحكيو على نقطه قوه المنتخب النيجيري من الناحيه الهجوميه، راهو ما يرحمكش، ما يرحمك، لازمك تقرا حسابك. نحاولوا نحصروا اكثر، نغطيوا اكثر، نحاولوا نعملوا ماركاج باهي على الاجنحه نتاعهم لوكمان وادامس، على خاطر كان خليت المساحات للوكمان راه باش يعذبك. راه كان وصلت الكرة لوسيمان راه باش يليقنا بالسيمان، راه ما يرحمش. انا راه مانيش ضد الخطة هذه، لكن ضد انه نبداو بها الماتش. نجموا نبداو الماتش بالتشكيلة المعتادة نتاعنا 4-3-3، نبداو بالخطة هذه لتيلت 70 دقيقة 75 دقيقة. كان استغلينا نقطة ضعف وما سجلنا عليهم هدف ولا اثنين بقدرة ربي باش نماركيو، ومن 75 دقيقة يدخل نادر الغندري ولا ياسين مرياح، نتحولوا من الخطة هذه للخطة هذه، من 4-3-3 ل 3-5-2، ونقعدوا صامدين لين يوفى الماتش. وكهو تونس تعيش وان شاء الله مربوحة للنسور، والسلام عليكم.